بدعو كليات زراعة في جامعات مصر كلها انضموا معانا الحملة دي. أنا بتكلم من واقع إيه؟ أنا دايما بقول لأي مصري وجود مصر في الباسبور بتاعك أو الرقم القومي هو شرف عظيم جدا، شرف عظيم جدا على فكرة بالنسبة لأي حد في العالم. ليه؟ مع كامل احترامي لكل دول العالم. طب ليه؟ لأن هو مصر مش حكاية شعب، مش حكاية مصري، ده حكاية أرض موجودة بشكل معين في تاريخ معين. يعني مثلا تيجي تقول لي النيل، محدش هيقدر يهدد النيل، ولو اجتمع العالم كله عشان يهدد النيل مش ما بيتهددش، لأن النيل دم بيمشي في عروقنا. فأنا لما بقول ده أنا بحاول أمثل الشرف اللي اتحط في بطاقتي، اللي هو يتمناه أي حد على فكرة في العالم. وجود اسم مصر في بطاقة أي حد في العالم شرف ما فيهوش نقاش، لأنه هياخد بلد حضارة، بلد تاريخ، هياخد حكايات على الحجارة. ولذلك أنا صاحب مصلحة مشتركة مع أي مصري ومع أي حد تمس صحة المصريين. عشان كده أنا نفسي في الحملة التوعية الوطنية لتدريب الناس أصحاب المطاعم الشعبية اللي بيشتغلوا في المطاعم الشعبية بكل حب. على فكرة في شهر نوفمبر هيكون تدريب مجانا، وعملنا 3 قاعات. اتمنى من كليه زراعه جامعه عين شمس وجامعه القاهره، جامعه المنصوره، جامعه المنوفيه، جامعه اهتموا معانا بتوعيه، ندي للناس فود سيفتي وهيجين. العلم لو ما اتطبقش ما منوش لازمه. الحقيقه بتاع اي علم في التطبيق ووك ذا توك. ساعدونا. والناس اللي بتقعد تنتقد ويركنوا بعيد، ارجوكوا افهموا الموضوع. انا عايز صحتك وصحه ولادك. انا بقول سلامة الطعام، سلامة صحتك في سلامة طعامك. انا ما اذنبتش. شكرا، وحاولوا تدعمونا. شكرا جزيلا.